هتكلم معاك كده في حاجه كسرت العالم حرفيا، الا وهي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ناس كتيره لسه ما تفهمش يعني ايه الذكاء الاصطناعي، او ان هو يقدر يعمل لنا ايه. لا، يقدر يعمل لك حاجات كتير قوي، منهم التطبيقات اللي احنا نزلناها، ازاي تحول الصوره بتاعتك عن طريق الذكاء الاصطناعي. فسيبك بقى من الصور، انا جايب لك حاجه ناس كتيره تعرفها وناس لا. موقع اسمه الشات جي بي تي، الموقع ده انتشر حرفيا على مستوى العالم، ويمكن كمان تفوق على جوجل. طيب ليه تفوق على جوجل؟ هقول لك دلوقتي يا صاحبي، بس تكمل معايا الفيديو. هعرفك كمان ازاي تقدر تستخدم الموقع حتى لو انت من اي دوله، لان طبعا الموقع في بعض الدول لو انت جيت تدخل عليه هيقول لك غير متاح. طيب ازاي تقدر توصل للموقع ده وهيفيدك في ايه؟ هيفيدك حرفيا في كل حاجه في حياتك، سواء بقى في مجال عملك، في لو انت طالب حابب تبحث مثلا عن موضوع تعبير، مقاله، اي حاجه. لو انت مثلا صحفي، اي حاجه. لو انت مثلا بتقدم محتوى على اليوتيوب، حابب تطور من القناه بتاعتك، كل حاجه حرفيا في حياتك هتقدر تعرفها من خلال الموقع ده. هو شبيه كده لجوجل، يعني لما بتروح على جوجل تبحث عن اي حاجه فبيبدا يظهر لك كذا موقع، وبتبقى محتار تدخل على انهي موقع. لا، موقع الشات جي بي تي هيجيب لك الحاجه باختصار. يعني انت دلوقتي داخل تبحث، انا عاوز مثلا مقاله عن الرياضه، عاوز مثلا اطور من القناه بتاعتي، اي حاجه، هتبدا تروح تعمل سيرش في الموقع. هقول لك هتستخدمه ازاي من غير بقى رقم موبايل ومن غير ايميل، لا، عن طريق التليجرام. وهقول لك الطريقتين، يعني ان شاء الله الفيديو النهارده هعرفك الطريقه اللي عن طريق التليجرام، والفيديو اللي جاي لو لقيت ناس كتيره مهتمه تعرفه هعرفك الطريقه من خلال الموقع مباشره ازاي تسجله. هنبدا نجيب رقم لدوله هولندا ونجيب ايميل كده، اي ايميل وهمي او حتى الايميل بتاعك، وهبدا اوريك ازاي تسجل فيه. بس خلينا النهارده في طريقه التليجرام، هيكون عباره عن بوت هوريك دلوقتي توصل له ازاي، وتقدر ازاي تعمل سيرش بكل سهوله وهيجي لك الحاجه اللي انت عاوزها. دلوقتي يا صاحبي زي ما انت شايف هتبدا تروح كده على التليجرام، هبدا اعمل سيرش زي اللي انا هكتبه دلوقتي او اللي هيظهر قدامك. تروح تعمل كده وما تكتبش مثلا @AI وتبدا تسكت، مش هيظهر لك حاجه. يعني انا دلوقتي مثلا كتبت ادي اهو @AI، مفيش حاجه ظهرت لي، فيفضل تكمل زي ما انا هعمل قدامك. هتبدا تعمل شرطه وتبدا تعمل مودرن، وهتبدا تعمل شرطه تبدا تكتب بوت. هو كده اوريدي اول ما كتبنا مودرن بدا يظهر لنا. هنبدا نعمل اوبن للشات، وزي ما انت شايف كده بيقول لك ما الذي يقدمه. هو طبعا في انجلش، في اي لغه انت عاوزها، فهتبدا تعمل اعاده التشغيل. طيب انا دلوقتي بعد ما عملت ستارت زي ما انت شايف بدا يجيب لي رساله بيرحب بيا. طيب بعد ما يرحب بيك بقى ابدا اكتب الحاجه اللي انت عاوزها. انا دلوقتي عاوز اعرف ايه هو الذكاء الاصطناعي. هبدا اكتب طبعا هنا في الرساله، اكتب الذكاء الاصطناعي بس، ما تعملش اي حاجه ثانيه. ايه الفرق هنا وبين جوجل؟ هتلاقي هنا بيكتب لك الحاجه اللي انت عاوزها على طول بشكل مختصر، يعني مش بيجيب لك بقى مواقع وتبدا تدخل على كل موقع وتلاقي اعلانات. لا، الموضوع هنا احسن بكتير قوي. انا كتبت مثلا عاوز افهم ايه هو الذكاء الاصطناعي ده، بدا يجيب لي بشكل مختصر زي ما انت شايف الرساله اهو قدامك. مثلا لو انت طالب اكتب السؤال بتاعك هنا، هيجيب لك الاجابه بتاعته. انا دلوقتي مثلا عاوز اساله سؤال تاني غير الذكاء الاصطناعي، وليكن مثلا النادي الاهلي المصري مثلا، تمام، ونشوف هيجيب لنا ايه. زي ما انت شايف كده جاب لك الرساله كل حاجه عن النادي الاهلي. طبعا اي نادي تاني انت عاوزها هيجيب لك برضو الرسائل بالشكل ده كده. الصراحه الموضوع حلو قوي، هيفيدك، ما تكسلش، ادخل ابحث عن الحاجه اللي انت عاوزها، اكتب السؤال بتاعك وهيجي لك اجابته. وان شاء الله زي ما قلت لكم ممكن اجيب لك الموقع مباشره، ما يكونش عن طريق البوت زي ده. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك بالقناه، تفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.